دكتور علي كريم مدير عام مصرف رافدين، تفضل هنا واذكر أمام الرأي العام أنك استلمت هذا المبلغ الدفعة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تم استلام المبالغ الواردة في أدناه في الكشف التفصيلي أدناه اليوم بتاريخ 27/11/2022 بمبلغ إجمالي مقداره 182 مليار و678 مليون و344 ألف. هذه المبالغ وزعت على النحو التالي: مبالغ تم احتجازها من قبل البنك المركزي في أحد المصارف لحسابات المدعو نور زهير بمبلغ 67 مليار و963 مليون و331 ألف. مبالغ تم احتجازها وتحويلها، طبعا تم احتجازها من قبل البنك المركزي العراقي وتحويلها إلى مصرف الرافدين الفرع الرئيسي. مبلغ 5 مليار في إحدى شركات العاصمة للصرافة. المبلغ اللي تم استلامه نقدا من خلال أمر ضبط قضائي 39 مليون دولار و300 ألف، بالإضافة إلى 16 مليار و900 مليون، بالإضافة إلى المبالغ اللي تم احتجازها من قبل فروعنا قبل أن يتم سحبها من قبل شركة المبدعون والقانت في فرعنا مصرف الحي العربي بمبلغ مليار و169 مليون و988 ألف، وكذلك فرعنا في مصرف الوزيرية أيضا لشركة القانت 774 مليار 747 مليون و25 ألف، بالإضافة إلى مبالغ محتجزة لدى البنك المركزي العراقي بمبلغ 32 مليار و493 مليون. يكون المجموع الإجمالي 182 مليار و678 مليون و344 ألف. هذا المبلغ الآن في حسابك؟ في حساباتنا، جزء في شكل نقدي وجزء في حساباتنا المفتوحة لدى البنك المركزي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.